يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح السعادة والرضا. هدخل في الموضوع على طول. طبعا الناس كلها النهاردة خبر جميل جدا هيفرح ناس كتيرة جدا، ان الحكومة هتبتدي تفرج عن الحاجات اللي موجودة في المينا بقيمة 14.5 مليار خلال الاربع شهور اللي جاية. وده خبر كويس جدا وخبر مفرح. الناس هتفرح، كل حاجة هتدخل، عربيات وسلع استهلاكية وسلع كهربائية، كل حاجة هتدخل. بس انا ليا رجاء واحد بس، ان الحكومة تعمل رقابة على الاسواق بس. وان شاء الله لما الحاجات دي تدخل السوق ويبتدي يحصل انفراجة في السوق كبيرة، ده هيدي انتعاش للسوق. ايا كان السعر اللي هتدخل بيه ايه، هيبقى ارحم من اللي موجود دلوقتي. ناس كتيرة، وانا بتكلم بالاخص في العربيات، ايا كانت الكميات اللي هتدخل او الاسعار اللي هتدخل بيها البضاعة اللي موجودة. في ناس هتقول لي ده البضاعة دي جاية ايام ما كان ب 15 جنيه، ودلوقتي بقى ب 24 او ب 25 جنيه. انا بتكلم في السعر العام اللي في البنوك، ماليش دعوه بالسوق السوداء. فالكلام ده ايا كان لما هتدخل بيه هيدي انتعاشه للسوق وهيدي اريحيه للسوق، وهيبقى فيه في بيع وشراء، والعجله هتمشي، وهتبقى الدنيا احسن والطف من دلوقتي. ويا رب دايما يكون اخبار خير كده، واللي جاي دايما يكون خير. وباذن الله، باذن الله خلال الاربع شهور اللي جايه دي هتبقى كل حاجه متيسره وكل حاجه خير. صباح الفل عليكم.